الراجل بينكسر، الراجل إنسان، الراجل بشر بيحس وبيتألم. دايما نظرتنا للراجل إنه ما ينفعش ينكسر، إنه ما ينفعش يحزن، إن لازم زعله أو حزنه يكون لفترة قصيرة جدا ويبان إنه هو قوي تاني بسرعة قدام كل اللي حواليه. لأ، الراجل بينكسر، بس الفرق في ردود الفعل. البنت أو الست لما بتنكسر بتفضفض، بتعيط، بتبين حزنها، بتتكلم عن زعلها كتير طول الوقت كمان. لكن الراجل ردود أفعاله مختلفة. الراجل بينسحب، الراجل بيكون عصبي وانتي مش فاهمة عصبيته جاية نتيجة ايه. نخف يا جماعة شوية الضغط على الرجالة. انت راجل اقوى، ما ينفعش تتضايق. انت راجل ما ينفعش تنزل دمعة من عينيك. انت راجل ما ينفعش ان انت تستسلم. انت راجل انت راجل انت راجل انت راجل، بس انت انسان. عادي جدا ان انت تكتئب، عادي جدا ان انت تعمل هولد على كل مسؤولياتك لفترة على ما تقوي نفسك تاني. قول احاسيسك، عبر عن مشاعرك، مش عيب وقت ما تحس ان انت عايز تعيط نزل الدموع من عينك، مش عيب ولا ده شيء هيقل منك. ما تكبتش كل حاجة جواك. رجالة كتير جدا ما بتحبش تبين ضعفها أو حزنها أبدا حتى لأقرب الناس إليها. كل ده بيكون متخزن جواه وبيظهر في أفعال تكون مش مفهومة، واللي قدامه مش فاهم تصرفاته أو عصبيته دي نتيجة إيه. يا جماعة، الراجل ما بيتكلمش. الست الشاطرة أو الأم الشاطرة أو الأخت الشاطرة هي اللي تقدر تفهم وتحلل عصبية جوزها أو ابنها أو أخوها نتيجة إيه. مفيش راجل بيتعصب وما يكونش فيه شيء كبير ضاغط عليه من جواه. لو الموضوع عجبكم سيب وشير واتمنى متابعتكم.